المنتخب المغربي يبلغ دور ربع نهائي في هذا المونديال. هذا المنتخب المتألق حقيقة، ووصوله إلى دور ربع نهائي يعتبر استحقاق ودليل على قدرة الكرة العربية على التألق إذا ما توفر التخطيط، إذا ما توفرت الإمكانيات، إذا ما توفرت خاصة الرؤية. المنتخب المغربي يا حمزة يعيش هذه الأيام فوق هامات السحاب ذهنيا وبسيكولوجيا، وهذا المعطى قد يمنح الفرصة للمنتخب المغربي للذهاب بعيدا وصنع الحدث مرة أخرى. هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، ولكن إذا كان تم استعماله ايجابيا، خاصه مع طينه اللاعبين تاع المنتخب المغربي اللي هم لاعبين متميزين جدا جدا ويلعبوا في كبرى الانديه الاوروبيه، وبالتالي عامل ذهني مهم جدا. منتخب كبير، منتخب ما نجموش نقارنوه بحتى منتخب افريقي، نقارنوه بالمنتخبات الاوروبيه الكبيره زاده، لكن منتخب نحن والجزائر ومصر وكل بعد المغرب فما ريح ماء نتاع انتصار هكا هابه، مش فقط على منتخب كوره. المغرب قاعد يعمل في حاجات، قاعد يعمل في حاجات وللاسف نحن نحكي قاعد نقارن باش نغبط باش نقول علاش مشينا، خاصه المغرب مع بعضنا رانا كأننا تولدنا مع بعضنا. الدوله الوطنيه تولدت فرد وقت، جات لحظات فارقه هي عملت هكا، واحنا للاسف قاعدين في الواد رانا نحكيو عليها، ماناش نحكيو على بلاد بعيده علينا. المواطن التونسي راهو يكذب عليك، حتى العقليه بتاع الاحباط راهي مغروسه فينا، واحنا نتفرجوا في ليكيب ناسيونال عارفين راهو مش باش يمشي لبعيد، والناس تستنى لبعضها، وجلال القادري بيه والعركه بين